يا ريت يا عمر لو انت بتتفرج على الفيديو ده رد عليا وفهمني ايه اللي بيحصل، عشان لو انت فضلت ما تردش عليا انا مش عارفه احنا ممكن نوصل لحد فين. الو السلام عليكم يا ام معز. ام معز انا سايق على الطريق. السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. انا طالعه النهارده عشان اتكلم معاكم في موضوع مهم قوي. بصوا يا جماعه، اخر فتره انا لاحظت ان في الكومنتات عندي كل الناس كومنتات غريبه قوي، زي هو انت جوزك مات، انت مرات المسعور، مش عارفه ايه، كلام غريب قوي كده انا ما كنتش باخد بالي منه اصلا. المهم الحكايه بدات من اخر مره احمد سافر فيها القاهره مع عمر عشان الشغل من شهر. اول حاجه حصلت لقيت ان هو بقى بيكلمني قليل، كل ما برن عليه مثلا او كده اوقات كتير مش بيرد، يا اما يرد وكان يفضل يقول لي ان هو تعبان وان هو حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل له، حاسس باعراض غريبه كده. المهم انا كنت مفكره ان ده ارهاق وكده، فكنت بقول له معلش هتلاقيك بس مش بتنام كويس، هتلاقيك مضغوط في الشغل، حاجات اللي هي حاجات طبيعيه عادي. بعد كده لاحظت ان هو مبقاش بيرد عليا اصلا، لدرجه ان انا كلمت عمر وقلت له احمد فين ومش عارفه ايه. قال لي اصل احنا مشغولين، طول ما بيكلمنيش كتير، هو في حاجه ولا ايه؟ قال لي لا احنا بس مضغوطين في الشغل ومفيش حاجه، ما تقلقيش، هو كويس وايه والدنيا تمام لحد هنا تمام. بعديها بقى انا لاحظت الكومنتات اللي انا كنت بقول لكم عليها دي، كل ما انزل فيديو الاقي كومنتات غريبه، فانا ما كنتش بشغل دماغي، يعني انا ما كنتش اصلا يعني بشوف الكومنتات دي ولا برد ولا اصلا ببص عليها، اللي هو عادي بفكر حد بيشتم وخلاص. لحد ما في كومنت وقفني، لقيته كاتب لي هو انت بتتفرجيش على فيديوهات عمر؟ فالفيديو يعني الكومنت قصدي لفت نظري. ليه بقى؟ لان انا فعلا ما بتفرجش على الفيديوهات، انا بقالي فتره كبيره ما بتفرجش على الفيديوهات لان انا مشغوله طول الوقت، فاهمين؟ يعني طول الوقت مع عز ومع زين وكده، فما بيبقاش عندي وقت ان انا امسك الموبايل اتفرج على فيديوهات. بيبقى مثلا ماسكه الموبايل يا اما برفع فيديو ليا، يا اما برد على مامتي بابايا، بكلم ناس كده، لكن مش اللي هو بمسك الموبايل بقى اتفرج ايه على اليوتيوب بالساعات والكلام ده. فالمهم انا بحكي لكم من البدايه عشان تعرفوا ان انا كان زيكم بالظبط، انا ما كنتش عارفه حاجه ومش فاهمه حاجه، يعني بالعكس ده انتوا اللي كنتوا عارفين عني، انا ما كنتش عارفه حاجه لان انا ما كنتش بتفرج على الفيديوهات. بعد ما لقيت الكومنت ده قلت اما ادخل اشوف في ايه، فدخلت. الكلام ده من كام يوم تمام. دخلت على الفيديوهات لقيت اللي هو معرفش كلب مسعور، ومعرفش شوقي اتعض من الكلب، ومعرفش ايه وايه وايه. فبدات اتفرج الاقي ان احمد هو كمان الكلب عضه، لا مش الكلب، تقريبا شوقي اللي عضه، حاجه زي كده. المهم يعني ان انا اكتشفت ان احمد تعبان وان هو عنده مشكله تمام. واول ما شفت ان هو نط في الميه والكلام ده، طبعا انا صعقت وما كنتش عارفه اعمل ايه، فرحت رن على عمر على طول. انا اول ما شفت الفيديوهات دي اتصلت طبعا بيه على طول، احمد ما كانش بيرد، فقعدت ارن على عمر، رنيت مره واثنين وثلاثه، ما كانش بيرد عليا خالص يا جماعه، لحد ما في الاخر رد عليا وقال لي اصل انا سايق او مسافر، مش فاكره بالظبط. يا معز انا سايق على الطريق. اعمل ايه؟ اقول لها ايه؟ فقلت له ايه اللي بيحصل؟ هو احمد فعلا حصل فيه كده، واحمد فعلا نط في الميه، كل الكلام ده. قعد يلغوش على الكلام، وانا لا ده هو كويس، طب انا هعمل معرفش ايه، طب معلش يا معز، وراح قافل في وشي وعمل كأن ايه الشبكه بتقطع. بعديها فضلت ارن عليه كتير قوي يا جماعه، ما كانش بيرد، وبعد كده راح عامل ايربلان، قفل الموبايل عشان ما اعرفش اوصل له تمام. فانا دلوقتي ولا عارفه احمد فين، ولا عارفه هو بيحصل له ايه، ولا عارفه اي حاجه خالص. حتى عمر ما بيردش عليا من اخر مكالمه، ولا راضي يطمني ولا راضي يقول لي اي حاجه. فانا زيكم بالظبط، انا ما اعرفش عنه اي حاجه. زي ما قلت لكم اخر مره كنا بنتكلم هو كان بيقول لي ان هو حاسس ان هو تعبان، وانا كنت مفكره ان هو مضغوط من الشغل او عنده ارهاق او حاجه، لان هو عنده امتحانات وفي نفس الوقت يعني بيخلص الامتحان وبيرجع على الشغل، غير ان هو مسافر وبعيد عننا. ف يعني انا كنت متوقعه ان هو تعبان يعني مرهق، ما كنتش اتوقع خالص ان هو عنده مشكله. هو اصلا ما حكاليش وما قاليش اي حاجه من الكلام ده، هو تقريبا ما كانش عايز يحكي لي عشان انا ما اقلقش عليه. لكن في الاخر احنا وصلنا لنقطه ان انا خلاص انا مش عارفه جوزي فين، ولا اعرف عنه اي حاجه، وعمر هو السبب، وفي نفس الوقت ولا راضي يطمني ولا راضي يقول لي ايه اللي بيحصل، ولا راضي يقول لي هو وصل لحد فين. يعني انا لحد دلوقتي لحد ما بصور لكم الفيديو ده انا ما اعرفش اي حاجه عن احمد، ولا اعرف اي حاجه عن عمر، ولا عمر اصلا بيرد عليا. وانا عملت الفيديو ده اصلا لان هو ما بيردش عليا،
يعني انا طالعه اصور لكم دلوقتي عشان احكي لكم اللي حصل معايا، وعشان اقول لكم ان انا فعلا ما كنتش عارفه. يعني انا اصلا ما كنتش عارفه الفيديوهات دي، يعني الفيديوهات اللي هو منزلها دي انا ما كنتش شفتها ولا اعرف عنها اي حاجه. ووقت ما عرفت هو اتهرب مني. انا مش عارفه اعمل ايه يا جماعه، حطوا نفسكم مكاني، يا ريت كلكم تكتبوا لي في الكومنتات تنصحوني اتصرف ازاي واعمل ايه. لان هو مهما كان هو اخو جوزي، فانا اكيد مش هعرف ان انا اعمل معاه مشكله، او ما احبش ان انا اعمل معاه مشكله. انا كل اللي انا عاوزاه ان انا اطمن على احمد بس. انا عمر مش عدوي، ولا عايزه اعمل معاه مشكله، ولا عايزه اكبر المواضيع. كل اللي انا عايزاه ان هو يرد عليا ويطمني على احمد، مش اكتر ولا اقل. يا ريت يا عمر لو انت بتتفرج على الفيديو ده رد عليا وفهمني ايه اللي بيحصل، عشان لو انت فضلت ما تردش عليا انا مش عارفه احنا ممكن نوصل لحد فين. انا طبعا بما اني مش عارفه اوصل لاحمد، ولا عارفه اعمل حاجه، ولا عمر راضي يساعدني، فقررت ان انا انزل ادور عليه بنفسي. انا لما رجعت الفيديوهات تاني اللي عمر منزلها ودققت في كل تفصيله فيها، عرفت الاماكن اللي هم كانوا بيروحوا يدوروا على احمد فيها، اللي هي جنب التراب والارض الزراعيه، والمكان اللي هو فيه ميه اللي احمد نط فيه. كل الاماكن دي انا عرفتها وسالت ناس، ومش هينفع اقول اسامي الناس اللي انا سالتها عشان ما اعملش مشكله لحد، ولكن شكرا للناس اللي ساعدتني دي، وشكرا اللي هم عرفوني المكان. مش هنسالكم طبعا المعروف ده. فانا دلوقتي المفروض اقوم البس وانزل ادور عليه. هروح الاماكن اللي هو كان فيها واسال عليه هناك، اي حد يكون شاف الموقف، اي حد يكون شاف حاجه غريبه. هروح احاول افهم من الناس اللي هناك اللي حصل بالظبط، او لو حد شافه احاول اتصرف اي تصرف. انا مش عارفه ده هيوصلني لحاجه ولا لا، بس دي اقل حاجه اقدر اعملها عشان على الاقل افهم، لان انا هفضل قاعده في البيت حاطه ايدي على خدي ولا عارفه اتصرف اي تصرف ولا عارفه اعمل اي حاجه. فهحاول على الاقل ان انا افهم، ويا رب يا رب اعرف اوصل لاي حاجه. ادعوا لي يا جماعه، عشان بجد والله ربنا وحده اللي عالم بحالي، ربنا وحده اللي عالم انا ازاي قلبي بيتقطع، وازاي يعني حطوا نفسكم مكاني ان انتم مش عارفين توصلوا لحد، يعني مش عارفين توصلوا، مش عارفه اقول ايه، بجد مش عارفه اقول ايه. المهم عمر كان بيقول في الفيديو ان في صياد كان موجود وقت ما احمد نط في الميه، وان هو خد رقمه. تاني اهي اعمل وضع طيران كده بلغت، وقلت للصياد ان لو في حد شاف حد بيعوم، لو لمح احمد اخويا، وسبت لهم رقم يتصل بيا، فان شاء الله ممكن شويه ويتصلوا بيا نروح الفيلا، يتصلوا بيا يطمنونا ان شاء الله. فهو حتى اصلا يعني انا ما اعرفش الصياد ده كلمه ولا لا، وما اعرفش هو وصل لحاجه ولا لا، فانا بجد مش فاهمه هو ليه مش بيرد عليا. فانا هروح برضو هناك وهسال على صياد يكون هناك، هحاول اوصل لنفس الشخص اللي عمر ساب له الرقم. يمكن هو فعلا شاف احمد او عرف حاجه وكلم عمر، وعمر برضو ما قاليش. فانا هحاول اروح واوصل هناك واشوف الموضوع وصل لايه، واشوف لو عرفت اوصل للصياد ده ان هو يفيدني باي حاجه، يحكي لي اي حاجه هو شافها تساعدني في ان انا اوصل لها. ف انا هقوم دلوقتي البس واتحرك، وان شاء الله اصور لكم كل حاجه. يا رب بس اقدر اصور لكم، لان انا يعني اعصابي مش مستحمله، وحاسه ان انا يعني مش قادره ان انا اصور كده، ومش حابه ان انا اصور حاجه زي كده. احنا طول الوقت كنا بنطلع معاكم نتكلم ونهزر ونضحك ونصور فيديوهات لطيفه وفيديوهات خفيفه ونبسطكم معانا، فما كنتش احب ابدا ان انا اطلع اصور فيديو كئيب زي ده، ولا اطلع اصور حاجه زي كده. فادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي ان انا فعلا اوصل لمعلومه تفيدني، وان انا فعلا اقدر الاقي احمد في اقرب وقت. انا هقوم دلوقتي انزل ادور، وان شاء الله احاول اصور لكم. خليكم معايا.